شكرا لكم جميعا الحضور. بداية أتقدم بالشكر الجزيل للسيد عبد المجيد على الدعوة لهذا المجمع، وأنا فخور جدا بحضوري معكم لمشاركتكم بعض الأفكار وبعض التحاليل الشخصية وكذلك بعض المعلومات التاريخية كذلك بعض المعلومات التاريخية اللي لازم على كل مغربي يعرفها قبل ما يقول أن الصحراء مغربية، لأنه كما تعلمون كل المغاربة يؤمنون بأن الصحراء مغربية، ولكن لما نلتقي مع بعض الأشخاص الذين لا يؤمنون بأن الصحراء مغربية بعض الأوقات أنا شخصيا لما أتكلم مع بعض المغاربة في هذا الموضوع يعني أدرك أن كاين بعض الجهل لبعض المعلومات التاريخية التي لا يمكن تجاهلها من أجل الدفاع على انتماء الصحراء على مدى التاريخ بالمغرب. ف قد يتساءل المتسائل ما هما البراهين والحجج التي يجب على اي مغربي ان يستعملها من اجل الدفاع عن الوحده الترابيه للمغرب ومن اجل الدفاع عن انتماء الصحراء لوحده الترابيه للمغرب. فقبل البدايه لازم كل واحد منا يعرف ان الموقف المغربي من قضيه الصحراء يرتكز على 3 داعم رئيسيه، وهي العلاقات التاريخيه وعلاقات البيعه التي كانت تجمع بين السلاطين المغاربه والقبائل الصحراويه. هذا العامل الاول، العنصر الاول. العنصر الثاني هي الكونفنشنز. اسمحوا لي انا في الاول حضرت مداخلتي باللغه الانجليزيه، بالاخير طلبوا العربيه. المعاهدات اللي وقع عليها المغرب مع بعض الدول الاوروبيه خاصه انجلترا. العنصر الثالث هو ان المغرب هو الدوله الوحيده واول دوله التي اثارت موضوع الصحراء في الامم المتحده عام 1957. فانا غادي نعطيكم كرونولوجيا تاريخيه التي من اجل ايضاح الانتماء التاريخي للصحراء المغرب اعتمادا على الحجج التاريخيه وكذلك القانونيه. فبالرجوع الى التاريخ نرى ان الصحراء ان تاريخ الصحراء لا يبتدئ في 1975. فاذا انا بحكم جلسي مع وكذلك لقاءاتي مع بعض الناس الذين يدافعون على موقف بوليزاريو، فلما اتكلم معهم بالنسبه لهم تاريخ الصحراء يبتدئ 1975، كما لو ان من قبل ذلك التاريخ لم يكن شيء اسمه الصحراء. فلازم علينا ان نعرفوا شنو هما الاسباب التي تجعل ان المغرب يؤمن ايمانا راسخا بان الصحراء مغربيه. فابتداء من 1958 بعد الحرب الاسبانيه المغربيه، حرب تطوان، خرج المغرب منهزما بعد ذلك تلك الحرب. وانا باغي نوضح لكم شنو الاسباب اللي جعلت اسبانيا يكون عندها حضور في الصحراء. فبعد 1958 لما انهزم المغرب في حرب تطوان ضد اسبانيا فرضت على المغرب عده شروط بعد تلك الحرب. من تلك الشروط ان المغرب يسمح لاسبانيا بأن يكون عندها ميناء تجاري في جنوب المغرب في منطقة طرفايا وكذلك في المنطقة التي الآن متنازع عليها. فما بين 1859 حتى 1880 كانت هناك مفاوضات بين المغرب وإسبانيا من أجل تحديد ذلك الميناء التجاري. ولكن 1879 كان هناك واحد الحدث يعني يعجل بقدوم اسبانيا للصحراء. فكان هناك واحد شخص انجليزي اسمه دونالد ماكنزي اللي مشى لجنوب المغرب وانشا ميناء تجاري في منطقه في كاب جوبي اللي هو طرفايا. فالمغرب رفض هذا لو في اكومبلي واحتج ضد بريطانيا. فلما اسبانيا شافت على ان بريطانيا بدات تتغلغل في جنوب المغرب
قامت فورا بإنشاء ميناء تجاري جنوب الطرفين اللي في المنطقة اللي الآن متنازع عليها. فمن أجل إعطاء غطاء قانوني للاحتلال الإسباني لهذه المنطقة، قامت إسبانيا بالتوقيع على بعض المعاهدات مع بعض شيوخ القبائل الصحراوية. فمن ديك الفترة حتى 1895 كانت هناك مفاوضات بين المغرب وبريطانيا حول السيادة المغربية على الصحراء. في 1895 مارس 1895 وقعت بريطانيا مع المغرب على معاهدة بموجبها اعترفت بريطانيا التي كانت آنذاك أقوى دولة في العالم، وقعت على المعاهدة اللي اعترفت بموجبها بريطانيا على أن السيادة المغربية تمتد إلى جنوب المغرب، إلى المنطقة التي الآن متنازع عليها، التي تسمى بالصحراء الغربية. فما بين 1895 حتى 1912 كما تعلمون كان المغرب محط أطماع الدول الغربية على رأسها فرنسا وإسبانيا وبريطانيا. ما بين 1895 حتى 1904 كان هناك اتفاق، كانت هناك مفاوضات بين فرنسا وإنجلترا حول مناطق نفوذها في المغرب. في شهر ابريل 1904 وقعت بريطانيا مع فرنسا على معاهده بموجبها سمحت بريطانيا لفرنسا بان يكون لها فري هاندز في المغرب، ان يكون عندها السيطره على المغرب. ولكن في تلك المعاهده كان فيها جزئين، جزء تم الاعلان عنه وجزء سري. في الماده 3 من المعاهده السريه اشترطت بريطانيا لأنه لا يمكن لفرنسا أن تفرط في السيادة المغربية على أي جزء من المغرب. في نفس الوقت أصرت بريطانيا على أن فرنسا تعطي لإسبانيا جزء من النفوذ في جنوب المغرب، في الشمال وفي الجنوب. في شهر أبريل من نفس السنة وقعت فرنسا وإسبانيا على معاهدة في شهر أكتوبر 1904. تلك المعاهدات كذلك كان فيها شقين، شق تم الإعلان عنه وشق سري. الشق الذي تم الإعلان عنه احترمت فرنسا المعاهدة التي وقعت عليها مع بريطانيا، ولكن في الشق السري فرنسا منحت إسبانيا ليس فقط منطقة نفوذ على جنوب المغرب، بل منحتها السيادة الكاملة على جنوب المغرب. فمن الناحية القانونية هذا يعتبر خرق للاتفاقية الدولية التي توقع المغرب مع بريطانيا 1891. إضافة إلى ذلك أن فرنسا وبريطانيا لما وقعوا على اتفاقية أبريل 1904 لم يخبروا لا بريطانيا ولا المغرب، في الوقت اللي المغرب كان هو الطرف الرئيسي في هذه الاتفاقية، وكذلك بريطانيا بما أنهما اثنان وقعا اتفاقية بهذا الخصوص. فهذه اتفاقية أبريل 1904 كانت قانونيا ليس لها أي سند قانوني، وهذه هي الاتفاقية التي اعتمدت عليها إسبانيا طوال العقود الماضية حتى 1975 لكي تبرهن على أن الصحراء كانت خاضعة للسيادة الإسبانية، ولهذا السبب كانت تسمى سبانيش صحراء، الصحراء الإسبانية. وهذه اتفاقية أبريل 1904 كانت كذلك صرخ خارق لمؤتمر الخزيرات الذي عقد بشهر أبريل 1906، والذي حث الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأمريكا وبريطانيا وإسبانيا إلى آخره على احترام السيادة المغربية على جميع المناطق المغربية. فابتداء من ذلك التاريخ كما تعلمون 1912 المغرب أصبحت تحت الحماية الفرنسية والإسبانية. فمنذ تلك الفترة حتى 1934 لم يكن الحضور الإسباني في الصحراء إلا it was nominal, it was not effective. وجود الإسباني كان فقط وجود، ليس له وجود
الحقيقي النسبي، أن المغاربة منذ تلك الفترة لم يتوقفوا عن الكفاح من أجل طلب المستعمر الإسباني. حتى في 1934 أخيرا إسبانيا أصبح لها حضور واقعي حقيقي في الصحراء بعد تقريبا 50 سنة منذ أول مرة قامت بأول محاولة لإثبات نفوذها على جنوب المغرب. فبعد 1956 هذا العنصر الاول الذي يجب كل مغربي يدافع عن الصحراء انه يعرف ان هذه الحجج التاريخيه ما يمكنناش ندافعوا عن الصحراء المغربيه بدون ما نعرفوا الخلفيه التاريخيه لهذا الموضوع. انه لا يمكن ان نقول الصحراء المغربيه تكون مع شخص من بوليزاريو اللي عنده حجج اللي تكون ليست اقوى من حججنا، ولكن يعني لديهم خبره وحنكه يمكنهم انهم يكون اقناع اكثر. لو انا على سبيل المثال تكلمت مع شخص كنت في الصحراء المغربيه قال لي ما هي حججك؟ لا اعرف، يعني ما عندي اي مصداقيه. لهذا السبب لازم علينا ان يكون عندنا معرفه دقيقه بكل التفاصيل ككل مغربي، خصوصا بالنسبه لنا اللي عايشين في الخارج، ان دائما نلتقي مع ناس دائما يكون عندهم افكار ليست دائما في صالح المغرب، فدائما لازم علينا ان نكون معرفه دقيقه بالموضوع قبل الخوض فيه او امتناع الخوض فيه. اما الانسان يكون عنده معرفه باش يدافع عن الموقف ويقوي موقف بلده، او من احسن الامتناع. هذا العنصر الاول. العنصر الثاني الذي يعتمد عليه الموقف المغربي بالنسبه للصحراء هو ان المغرب كان اول دوله اثار قضيه الصحراء في الامم المتحده. اول مره المغرب اثار قضيه الامم المتحده كانت في 1957 في مجلس الوصايه الذي يعتبر من بين الهيئات السته للامم المتحده. المغرب طالب انذاك اسبانيا بارجاع الصحراء للمغرب. انذاك لما المغرب اخذ الاستقلال لم يكن استقلال كاملا، ان كانت هناك سوتوميليا في الشمال وكانت طرفايا وسيدي إفني بالاضافه للصحراء. ف 1958 بعد حرب طرفايا المغرب تمكن من استرجاع هذه المنطقه، ولكن في نفس الوقت لم يتوانى المغرب على مطالبه اسبانيا في كل شمال الامم المتحده بارجاع الصحراء للمغرب. وكان هذا هو السبب اللي جعل على ان اللجنه الرابعه للامم المتحده المعنيه بالنسبه للاستعمار انها تضع قضيه الصحراء على اجندتها. ولهذا السبب في شهر دجنبر 1960 اول مره طالبت الجمعيه العامه للامم المتحده اسبانيا بارجاع الصحراء وسيدي إفني بموجب القرار 1514 لشهر دجنبر 1961. منذ 1961 حتى 1966 كانت هناك مفاوضات بين المغرب واسبانيا على المستوى الثنائي، وكذلك بان القضيه كانت على اجنده الامم المتحده، كانت دائما هناك مناقشات، وكان دائما المغرب يطالب اسبانيا بارجاعها في نفس الوقت مع ارجاع سيدي إفني. ولكن اسبانيا ادراكا منها بان الصحراء عندها قيمه استراتيجيه بسبب تواجد الفوسفات، انه تم اكتشاف الفوسفات في الصحراء منذ 1949، وبما ان سيدي إفني لم تكن لها اي قيمه لا اقتصاديه ولا سياسيه، فهم حاولوا اقناع المغرب بانه يتقبل فصل قضيه سيدي إفني قضيه الصحراء. من 1960 حتى 1966 كانت الامم المتحده تنظر الى قضيه الصحراء وسيدي إفني كنفس الموضوع، انه كان لازم على اسبانيا ان ترجع على المغرب. هنا كان نقطه تحول. ففي شهر يونيو 1966 اعلن مندوب الدائم للمغرب انذاك الامم المتحده على ان المغرب قبل بفصل قضيه الصحراء على قضيه سيدي إفني، وانه قبل ان يتم حل قضيه الصحراء عن طريق الاستفسار. ففي شهر دجنبر 1966 بناء على هذا التحول في الموقف المغربي طالبت الجمعيه العامه للامم المتحده باسبانيا
بتحضير الاستفتاء في الصحراء، وكان المفروض على ان هذا الاستفتاء يتم اجراؤه في بعد سنه 1967. فالمغرب لم يدركوا اللعبه الاسبانيه، فاسبانيا حاولت انها تاخر حل الصحراء من اجل ربح الوقت وانشاء يعني هيئه وطنيه في الصحراء وحرمان المغرب من استرجاعها. فلما المغرب قبل بالاستفتاء، فكان المغاربه يظنون انه لو جرى الاستفتاء في 1967، بما ان لا الجزائر ولا موريتانيا ولا اي دوله اخرى كانت تطالب، فكان الاستفتاء سيكون لصالح المغرب. ولكن اسبانيا كان لها حسابات اخرى، فهي منذ تلك الفتره قامت بما يمكنها من اجل خلق بنيه في الصحراء، وقامت بإنشاء جماعة في الصحراء. كان معظم أعضائها كلهم فقط من أولئك الذين كانوا يؤمنون يفضلون أن الصحراء تبقى تحت السيطرة الإسبانية. فمنذ تلك الفترة كل سنة 1966 حتى 1973 كل سنة كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب إسبانيا بأنها تقوم بتنظيم الاستفتاء. ففي لمدة 7 سنوات المغرب كان ينتظر، إسبانيا كانت تربح الوقت من أجل كسب تعاطف الصحراويين في الصحراء حتى 1974 لما المغرب فطن على إسبانيا لم تكن لها أي رغبة في حل الصحراء بطريقة تحترم السيادة التاريخية على المنطقة. فبعد ذلك قام الراحل الثاني قام بتحضير للمسيرة الخضراء. وبالنسبة للبوليساريو، حتى البوليساريو لازم أن الإنسان يعرف أن البوليساريو في 1973 لما تم إنشاءها فلم يكن الهدف إنشاء بلد في الصحراء. فكان الهدف من البوليساريو لما تم إنشاء البوليساريو في شهر مايو 1973 هو محاربة الاستعمار الإسباني. الدليل هو أنه فورا بعد إنشاء البوليساريو حاول الوالي مصطفى السيد الحصول على المساعدة أولا من المغرب، غير أنه طلب قبل بالرفض. ثانيا توجه للجزائر، وكذلك قبل طلب الرفض. وبالأخير توجه لليبيا وفضل الفقيه البصري الذي كان أحد المعارضين السياسيين الراحل حسن الثاني، فقام بالتوسط للوالي مصطفى السيد وسهل عقد لقاء بينه وبين القذافي. بعد ذلك لما مشى الوالي مصطفى السيد زار ليبيا فرجع مثقل بالأسلحة وبالمال. فخلافا لما يظنه البعض، فالجزائر لم تكن هي أول دولة قامت بدعم البوليساريو. فالتحول الجزائر وقع بعد شهر يوليوز 1975. ففي الأول الجزائر كانوا يعودون على أن المغرب سيقبل بمصادقة على المعاهدة التي وقعت بين البلدين في 1972 حول تصميم الحدود، إلا أن البرلمان المغربي عام 1974 رفض المصادقة على هذه الاتفاقية. فالجزائر كان لها مخاوف، لأنه لو أن المغرب قام باسترجاع الصحراء فكان ذلك سيشكل سابقة، وبعد ذلك سيقوم المغرب بالتحول للمطالبة بالأراضي الأخرى التي كما تعلمون التي كانت تنتمي للمغرب، وبعد بسبب الاستعمار أصبحت تنتمي للجزائر كتندوف كرمشار إلى آخره. فحتى يوليو 1975 فبوتفليقة الذي كان عندك هو وزير الخارجية الجزائري بعث برسالة لوزير الخارجية المغربي وقال فيها أن الجزائر ليس لها أي اعتراض على أن المغرب وإسبانيا يتوصلان إلى حل يحترم السيادة المغربية التاريخية على إسبانيا.
بسبب المغرب ورفضوا للتوقيع للمصادقه على الاتفاقيه 1972، فاصبحت الجزائر بشكل علني تدعم البوليزاريو. بعد كما تعلمون كانت المسيره الخضراء الى اخره. فانا من اجل سوف لن اطيل عليكم كثيرا، لان افضل ان تكون هناك يعني تفاعل، ان نتكلم معكم شويه بعد تفاني اسئله باش نتكلموا على امور اخرى. فكما تعلمون في 1990 بعد حرب اللي دامت تقريبا 15 سنه، كان هناك تسويه الامم المتحده 1990 كانت بموجبها كان المفروض على الامم المتحده تحدد الاستفتاء في عام 1992، وبسبب الاختلافات حول بين المغرب والبوليزاريو حول من هو المخول، من هو الصحراوي، من هو المخول للمشاركه في الاستفتاء، فتعطلت العمليه التفاوضيه ولمده تقريبا 12 سنه 10 سنوات حتى 2001. كانت هناك محاولات عديده من طرف الامم المتحده من اجل تنظيم الاستفتاء. في عام 2001 كان الممثل الشخصي للامم المتحده جيمس بيكر، اللي كان وزير الخارجيه الامريكي في بعد الرئيس جورج بوش الاب، قام بحضر صراحه من فريم اجريمنت، اتفاق الاطار، وصراحه في اول اقتراح قدمه في 2001 قال على انه قد يكون هناك المغرب سيمنح الصحراء حكم ذاتي لمده 4-5 سنوات، وبعد ذلك سيتم توقيع الاستفتاء، سيشارك فيه الصحراويين والسكان الاصليين المغاربه الصحراويين الى اخره، وكذلك المغاربه الذين قدموا الصحراء من اماكن اخرى، شريطه ان يكون عندهم اقامه مده على الاقل سنه واحده. فالمغرب قبل بالاقتراح، غير ان البوليزاريو والجزائر رفضوا. بعد ذلك في 2003 رجع مرة أخرى جيمس بيكر قدم اقتراح آخر، قال أنه المغرب سيعطي للصحراء فترة حكم ذاتي مدة 5 سنوات متبوعة باستفتاء. فافتكر تلك الفترة فكان هناك تحول تكتيكي من البوليزاريو والجزائر، فهم قبلوا بالاقتراح والمغرب رفض الاقتراح. بعد ذلك بسنة جيمس بيكر قدم استقالته واعترف بأنه لا يمكن تنظيم الاستفتاء في ظل وجود توافق بين المغرب والبوليزاريو. في عام 2007 أصبح هناك تحول في العملية الأممية، فبدأ بموجب القرار 1754 لشهر أبريل 2007 طالبت الأمم المتحدة طرفي النزاع بالدخول بدون شروط في مفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه بين الطرفين. ولكن هنا يتجلى الإشكال، وهذا هو السبب اللي جعل المغرب أنه في الشهور الماضية يطلب الأمم المتحدة بإعادة النظر في نهجها لحل الصحراء. فالقرار يطلب من طرفي النزاع الدخول في مفاوضات بدون شروط، ولكن وهذا التناقض، ولكن في نفس الوقت تيقول على ان اي حل لازم على انه يحترم تقرير المصير للصحراويين. فالحل السياسي فالامم المتحده تعلم كل العلم ان المغرب رافض تماما كل حل مبني على تقرير المصير للصحراويين كحل يؤدي الى الاستقلال. والأمم المتحدة في نفس الوقت تقول بدون شروط. إذا كان هناك بدون شروط فلا يجب أنه في كل قرار يجب على أي حل رغم أنه يكون سياسي متوافق عليه أن يكون مبني على تقرير المصير للصحراويين. فلو كانت الأمم المتحدة عندها الرغبة السياسية، طبعا الدول الأعضاء الأمم المتحدة الدول الأعضاء الدول المؤثرة فيها هي التي لها الكلمة الفيصل في أي قرارات.
فالامم المتحده يجب عليها اعاده النظر، لانه لا يمكن اننا نطلبوا بالتوصل الى حل سياسي مقبول ومتوافق عليه الطرفين، في نفس الوقت التاكيد على ان لازم على اي حل ان يكون مبني على مبدا تقرير المصير للصحراويين. فلا يمكن تحقيق، فلو استمر الامم المتحده في هذا النهج فربما بعد 10 سنوات او 15 سنه سنتكلم على نفس الموضوع. تقرير المصير بالمفهوم الذي تعتمد عليه الامم المتحده وحل سياسي، فهما خطين متوازيين من المستحيل ان يلتقيا. فلازم الامم المتحده انها تبنى مقاربه واقعيه، انها تاخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي والاستراتيجي والجيوستراتيجي للمنطقه، وكذلك ما قام به المغرب منذ 40 سنه في المنطقه من اجل التوصل لحل ما فيه لا غل ولا مغلوب، الحل اللي يحفظنا ماء وجه كل طرف. ولهذا السبب اظن على ان لا اظن، انا اؤمن ايمانا راسخا لان مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في شهر ابريل 2007 فهو مخطط يمكن البناء عليه من اجل التوصل الى حل سياسي. ولكن انا شخصيا اظن على انه على الرغم بان المغرب، خليني فقط نسالكم سؤال واحد، فمنذ 7 سنوات هل تسمعوا على مخطط الحكم الذاتي؟ كم منكم يعرف تفاصيل هذا المخطط؟ بليز، لو اي واحد فيهم تعرف اي معلومه مفصله حول هذا المخطط بليز يرفع صوته. ما يمكنناش اننا نقنعوا العالم والراي العام الدولي اللي للاسف الشديد نسبه عريضه منه ضد المغرب، ليس لان الموقف المغربي ضعيف، ولكن التسويق المغربي للموضوع اللي كان فيه ضعف. ولكن الان الحمد لله السنه تقريبا منذ حوالي سنه فهناك تدارك للموقف، هناك يعني عمل قوي يقوم به المغرب من اجل تدارك الموقف. ولكن ما يمكنناش نقنعوا العالم، لا راي دولي ولا سياسيين. فلو على سبيل المثال قاموا بعض المغاربه في نيوجيرسي او نيويورك حاولوا انهم يلتقيوا بسيناتور او برلماني امريكي وحاولوا انهم يقنعوه من اجل تبني موقف لصالح المغرب. فما هي الحجج التي يقدمونها للسيد؟ ما يمكنليش تقول له الصحراء مغربي صوات مغربي، قل لي مخطط الحكم الذاتي صالح لحل، قل لي لماذا. ولكن المشكل الكبير وانه مخطط الحكم الذاتي لما تقراه فهو قريب جدا للاستقلال، فالمغرب يعطي جميع الصلاحيات الا الوزارات السياديه والعمله، يعطي جميع الصلاحيات للصحراويين. ولكن المشكل الكبير هو ان تقصير في التسويق. فما يمكنناش نستمروا لو اراد المغرب انه يكسب الراي العام الدولي، يكسب ذلك تعاطف السياسيين. هناك كثير من الدول، كثير من السياسيين مستعدين للتعاطف مع المغرب ودعم المغرب، ولكن لازم اقناعهم ولازم تقديم حجج من اجل الاظهار على ان المغرب اولا عنده حجج تاريخيه وقانونيه تسند موقفه، وكذلك عنده مخطط يتماشى مع ما تطالب به الامم المتحده. لان في الامم المتحده بالنسبه لتقرير المصير فهناك 3 مفاهيم، فاما مخطط الحكم الذاتي او ان الدوله تبقى، يعني ان المنطقه تبقى مع دوله معينه، او الاستقلال التام. فليس هناك فقط حل واحد، هناك حلين. ولكن المشكله اننا كان هناك تقصير كما قلت في ايصال المعلومه للراي العام الدولي، خاصه بعض الدول التي لها موقف شيء ما عدواني للمغرب، خاصه في بعض دول امريكا اللاتينيه وكذلك بعض الدول الاسكندنافيه التي لها قابليه اكثر للتعاطف مع البوليساريو اكثر من المغرب، ان لهم حضور اكثر. والمغاربه يعني انا اظن اللي المشكل اللي كان المغاربه هو افراط الثقه، فتقول على الصحراء المغربيه يعني احنا نقص، ولكن لا، لازم نناضلوا واننا نقوموا بجهود كبيره على جميع الاصعده، سواء كنا سياسيين او مجتمع مدني
او طلبه او باحثين كل واحد من موضعه من اجل اقناع الراي العام الدولي بان المغرب موقفه قوي ومشروع. فسأتوقف هنا ونخليكم نفتح باب الاسئله، ونتمنى تكون اسئله كثيره ما تكشموش. اول سؤال، فانا لما تكلمت على اتفاقيات سريه فلم تكن هناك اتفاقيات سريه بين المغرب وفرنسا. الاتفاق السري الذي كان في شهر ابريل 1904 كان اتفاق سري بين فرنسا واسبانيا. بموجب هذا الاتفاق سلمت فرنسا لاسبانيا السياده الكامله على الصحراء والمنطقه المتنازع عليها الان. يعني فقط التوضيح، فالمغرب لم يشارك لا في الاتفاق الذي جرى بين بريطانيا وفرنسا في شهر اكتوبر، شهر اسمحوا لي، الاتفاق الذي كان بين فرنسا وانجلترا كان في شهر ابريل 1904، والاتفاقيه التي كانت بين اسبانيا وفرنسا كانت في شهر اكتوبر 1904. ففي كلا الاتفاقيتين لم يكن هناك اي حضور للمغرب، فكان المغرب غائب. وهذا هو احد الدلائل التي تبين ان السند القانوني للوجود الاسباني في الصحراء كان لا اساس له، لانه لا يمكن ان يكون عندك سند قانوني وفي الوقت الذي قامت فيه اسبانيا وفرنسا بخرق الاتفاقيه الدوليه التي وقع عليها المغرب مع بريطانيا في شهر مارس 1895. هذه احدى الدلائل التي تبرهن ان الموقف القانوني للمغرب كان قوي، لكن للاسف الشديد في الستينات والسبعينات لا ادري لماذا لم يستعمل المغاربه هذه الدلائل. هذا هو السؤال الكبير الذي يطرحه يعني عاده في القانون المسلم. فأتساءل لماذا لم يقوم المغاربه بطرح كل هذه الدلائل حتى لدحض الموقف الاستشاري محكمة العدل الدولية في اكتوبر 1979. كان بامكان المغرب انه يستعمل هذه الدلائل، ان كاين العديد من الاتفاقيات السريه التي لا اعلمها اللي ليس لاي باحث لحد الان الولوج اليها، والتي تبرهن على ان الصحراء كانت دائما ليس فقط على المستوى التاريخي بل على المستوى القانوني كانت تابعه للمغرب. هل تعلمون ان الولايات المتحده الامريكيه لم تمنح جنسيه لشخص من الصحراء يكتب له في جواز سفره اصل من الصحراء الغربيه؟ كيف تفسر ذلك؟ وما موقفكم من هذا الاعتراف من طرف اول قوه عالميه لها تاريخ طويل مع المغرب ولها قوه القرار في المنتهى؟ اولا لازم نكونوا واضحين خصوص موقف الولايات المتحده الامريكيه. فلم تقوم امريكا ولو مره واحده بالاعلان بشكل علني لانها تدعم الموقف المغربي. فهذه فكره اللي عند كثير من المغاربه يظنون ان امريكا تدعم المغرب، فهي لحد الان تلعب موقف الحياد. وما يتمناه المغرب هو ان امريكا تظل تلعب الحياد الايجابي، ما يسمى الحياد الايجابي. ان لو لاحظتم في كل لقاء ثنائي سواء بين وزير الخارجيه المغربي ولا اللقاء الذي عقده الميل العام الماضي مع باراك اوباما في واشنطن، ودائما هناك نفس الجمله التي تستعملها امريكا، ان امريكا تعتبر على ان مخطط الحكم الذاتي واقعي ويمكن البناء عليه، وان الموقف الامريكي لم يتغير. هذا لا يعني على انها تدعم المغرب. لو كانت تدعم المغرب لقالت ان امريكا تدعم الموقف المغربي، ليس انها تعتبره واقعيا وانه يمكن البناء عليه. هذه يعني فكره مغلوطه. فان امريكا لم تقبل الجنسيه لهذا الشخص لا يعني لانها تدعم المغرب بشكل صريح، فقط لان ليس هناك بلد اسمه الصحراء الغربيه. فهذا في حد ذاته بين ان امريكا لا تعترف بالصحراء الغربيه كبلد. هذا هو من ناحيه الاعتراف الامريكي او الدعم الامريكي الواضح للموقف المغربي. فلحد الان لم يتمكن المغرب من تحقيق ذلك.
أطرح سؤال: من يقرر مصير الصحراء؟ في نظري أعتقد أن الشعب أو ساكنة الصحراء هي التي ستقرر المصير. كيف ذلك؟ المغرب وضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام أمر الواقع، قال لهم: الرجاء احصوا عدد اللاجئين الصحراويين بتندوف التي تحتضنهم الجزائر. ثانيا، افسحوا المجال للمنظمات الحقوقية والمقررين الدوليين للدخول للمخيمات العارقون وإحصاء لاستقصاء الوضع اللا إنساني. لحد الساعة لم يوجد شيء من هذا، في الوقت اللي المغرب فتح المجال لمنظمات حقوقية كثيرة ومقررين دوليين إلى اليوم، وهناك فروع لمنظمات حقوقية في جهات كثيرة. بخصوص إذن بالتالي فهو شعب سكان يعني مسحوب الإرادة، محتجزين، لا إرادة، لا صوت لهم، لا موقف لهم. كيف ذلك؟ لأن الجزائر التي كانت تقول في البداية أنها غير معنية بقضية الصحراء وأنها طرف ملاحظ في 1998، موقف المغربي كان واضحا. جمد مؤسسات الاتحاد المغاربي إلى حين أن يتضح موقف الجزائر من القضية الوطنية. إذن هي مسألة صراع على الريادة في المنطقة المغاربية لا غير، ولكن المغرب ظل تاريخيا ألم يساند الجزائر في استقلالها في 1961 ودخلت معه الحرب في 63؟ هل هذا هو الاعتراف بالجميل؟ هل جارك يعينه في وقت وتنقلب عليه في اليوم الآخر؟ هذا ليس من الوفاء بشيء. المغرب اليوم ينظر نظرة تكاملية، اتحاد مغاربي قوي منفتح مندمج، لأنه حق من حقوق الشعوب المغاربية. ليس المنطقة أصبحت قضية المغرب فقط، بل هو مستقبل مغاربي ككل، بل مستقبل مغاربي في إطار التكتلات الدولية. كيف الدول تتكتل ونحن نتجزأ تجزيء موزع وتقسيم مقسم. إذن المسألة واضحة جدا. التعبئة من طرف وزارة الخارجية بطبيعة الحال، هناك تعبئة. في 2007 تم تسويق استعمال هذا المصطلح، تعريف، أقول ليس تسويق، تعريف بالحكم الذاتي الذي حظي بالقبول وبمصداقية بتصريح كثير من الدول، وبالتالي فهو مبادرة جاءت بعد الجمود الذي عرفته المفاوضات السياسية غير المباشرة مع الطرف الآخر، في حين موقف الدول الأخرى أو الطرف الآخر ظل جامدا بمواقف أصبحت غير واقعية ولا يمكن تنفيذها، وهو تقرير المصير الذي أكد فالسون قبل أنه مقترح غير واقعي لا يمكن إنجازه. أنا متأكد بأن سكان الصحراء سيقولون كلمتهم بعد رفع الحصار على هؤلاء المحتجزين في نظام أصبح يعني تمتع بالحرية. من المفارقات الغريبة أن في الوقت الذي الشعوب كلها تقول كلمتها، شعب لا زال محاصرا مكبلا مضايقا عليه. هؤلاء أخواننا مغاربة، أنا متأكد أن المغرب استثمر من أجلهم كثيرا، والمغاربة كما قال جلالة الملك محمد السادس نصره الله أن المغرب أعطى لمنطقة الصحراء أكثر مما أخذ. هذا ماذا يعني؟ أنها مسألة أرض لا يجب أن تفرط فيها، سواء كانت صحراء فيها معادن أو ماجم أو أرض قاحلة. وأشكركم على ذلك. السلام عليكم، شكرا أخي مهدي بولون. كنظن أن المرحلة ديال الاستفتاء اللي جات مع المشروع ديال بيكر تجاوزت، بحكم أن جيمس بيكر فشل في المشروع ديالو، فشل كمبعوث أممي. وفي هذه المرحلة الثانية مع دروس دخلنا في المشروع ديال الحكم الذاتي ديال الصحراء اللي اقترحوا المغرب. اللي شنو هو هذا الحكم الذاتي باختصار؟ أن المغرب كيعطي للأقاليم الجنوبية واحد الاستقلالية في التسيير الاقتصادي والاجتماعي، بحكم أن هذه المنطقة متجانسة ويمكن لها تقوم بالأعمال الاقتصادية ديالها، يمكن لها تسيير ذاتها واقتصادها، ولكن تحت الراية المغربية، أي سياسيا ودبلوماسيا تكون تحت المغرب. بالنسبة
بالنسبه للاستفتاء دازت المرحله ديالو، يعني لدرجه ان كيفاش غيكون هذا الاستفتاء واحد المنطقه ديال تيمبيوف اللي رافضه الجزائر ورافضه البوليزاريو انها تحصيها لمده تقريبا 30 سنه، كيفاش غادي تحصي هاد الناس وكيفاش غادي يدخلوا في الاستفتاء مباشره، انك بحال كتقول واحد 350 واحد 250 منهم ولا النص ديالهم ما معروفينش. دونك الاستفتاء ما كاينش، ولكن الحكم الذاتي هذا اقتراح اللي عطاه المغرب، وكنظن ان سنه 2015 غتكون سنه حاسمه في هذا الميدان. والدليل ان الخطاب الملكي كانوا فيه 3 ديال النقاط مهمه، الخطاب الثاني ديال المسيره الخضراء كانوا فيه واحد النقاط حساسه، 3 النقاط اللي غادي تعطينا الصوره ديال 2015 باش هاد المشكل ديال الصحراء المغربيه اللي غتحل بالطريقه وكنظنوا انها غتحل بالطرف المغربي. وشكرا. نشير واحد نقطتين يعني لازم المغاربه انهم يكون عندهم علم بها. فهو لما اولئك الذين يدعمون البوليزاريو او يستعملون ورقه حقوق الانسان في الصحراء، فدائما يقولون ان الصحراء هي المنطقه الوحيده والبعثه الوحيده في العالم، البعثه الامميه الوحيده التي ليس فيها بعثه من مراقبه حقوق الانسان. فهذا يمكن ان الواحد انه يقراه في يعني في الوكالات الدوليه كاي اف بي او رويترز ولا اي بي او جميع القنوات العالميه. ولكن لما يكفي ان الواحد يمشي للموقع الامم المتحده يتيكس وان كليك ان الواحد يعرف على ان هذا ادعاء باطل، ان الصحراء مينورس ليس هي البعثه الوحيده في الامم المتحده الامميه التي ليس فيها آلية لمراقبة حقوق الإنسان. هناك البعثة الأمم المتحدة في ليبيريا، وكذلك البعثة الأمم المتحدة المؤقتة في أبي في جنوب السودان. هذه فقط يعني معلومة باش المغاربة يكون عندهم يعني إدراك على أن هذه واحد من الذرائع من أكاذيب التي يستعملها البوليزاريو والجزائر من أجل إضعاف المغرب. كذلك هناك ذرائع أخرى تستعملها البوليزاريو والجزائر، وأن الإشارة إلى التشابه المزعوم بين المغرب بين الصحراء قضيه تيمور الشرقيه. فكما تعلمون تيمور الشرقيه خلص الاستقلال في اوائل 2000 لو ما خديتش الذاكره في 2002. فهم دائما يشيرون الى ان هناك تقارب وتشابه في بين الحالتين، ويطالبون الامم المتحده بتطبيق النفس الناش الذي تم تطبيقه في تيمور. ولكن المقارنه بين الحالتين يبين ان لا علاقه بين الحالتين. فتيمور الشرقيه قبل 1975 قبل احتلالها من طرف اندونيسيا كانت تابعه للاستعمار البرتغالي. فبعد ذلك اندونيسيا احتلتها، بينما الصحراء كانت دائما تابعه تاريخيا، كانت دائما تابعه للمغرب. هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية هو عدم التشابه أو التجانس العرقي والديني واللغوي بين أندونيسيا وتيمور الشرقية. بينما أندونيسيا دولة إسلامية 99% منها مسلمون، تيمور الشرقية بعد استقلالها أصبحت ثاني دولة كاثوليكية في آسيا بعد الفلبين. كما أن اللغة التي يتكلم بها الأندونيسيون ليست هي نفس اللغة التي يتكلم بها الشعب تيمور الشرقي. بينما في المغرب هناك تجانس وتشابه ثقافي وديني وعرقي، فالصحراويون مزيج من العرب والأمازيغ، فكما يتكلمون العربية والأمازيغية بالإضافة للحسانية. هذا كذلك يعني عنصر يبين لا علاقة بين القضيتين، بين قضية تيمور الشرقية والصحراء. كاين سؤال على كيف تشرح خطبة الملك محمد السادس. ميكرو الله يخليك. كيف تشرح خطبة الملك محمد السادس التي تؤكد أن الصحراء المغربية التي يريد الله أرض ما عليها، ثم يوافي هذه الثقة واليقين الذي يشعر به الملك ناصر. فأنا أظن الخطاب الملكي الأخير في شهر
نوفمبر عبر على أن المغرب يعني سئمة من النهج الأممي الحالي، وأنه حان الوقت بأن تقوم الأمم المتحدة بتغيير منهجها. وأنا لا أظن أن الملك محمد السادس تكلم على الموضوع بهذه الثقة، أنه ما عندوش يقين على أنه عنده دعم من الدول الكبرى، أن الدول هذه الدول تؤمن بأن المغرب موقف ثابت. وفي هذا الصدد يعني أنا يعني لاحظت مؤخرا هذا السنة اللي جاي نقول أن المغرب في السنة الأخيرة أصبح هناك تدارك للموقف، أن المغرب أصبح ينوع من الدول التي يمكنها أن تدعم موقفه في الأمم المتحدة. فالآن هناك توجه في المغرب أنه لا يمكن الاعتماد فقط على فرنسا أو أمريكا، لأن أمريكا موقفها غامض، فتارة هناك دعم، تارة ليس هناك دعم، ولكن موقفها غامض. أنا مؤخرا تكلمت مع مسؤول دبلوماسي مغربي كبير رفيع المستوى، وقال لي أن المغرب هناك توجه نحو الصين وروسيا، لأنه يعني تداركا لأي مشكل، فما يمكنش الواحد يعتمد فقط على دولة واحدة. فلم يفرض أن فرنسا غيرت موقفها وتغيبت على الاجتماع. فماذا سيكون موقف المغرب؟ لهذا السبب توجه المغرب الآن نحو الصين وروسيا فهو سيكون في صالح المغرب، وسيقوم موقفه على الساحه الدوليه، لانه ليس هناك فقط دوله واحده في مجلس الامن، فهناك 5 دول. والشيء الذي تجعلني نقول ان التوجه نحو الصين يعني توجه في محله، هو ان الصين عندها في عقيدتها الدبلوماسيه شيء راسخ وبصالح المغرب، وانها من الدول القلائل في العالم التي تؤمن ايمانا راسخا بالحفاظ على اللوحه الترابيه للبلدان. فالصين عندها مشاكل في تيبت، وكذلك عندها من قبل مشاكل في مكاو وفوق كونغ، وعندها في مناطق اخرى. فموقف الصين مع المغرب في القضيه هذه يعني تتوافق. فهذا المغرب توجه السياسه الخارجيه المغربيه في الوقت الراهن، فتوجه من شأنه انه يقوي موقف المغرب في الامم المتحده.